السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. دلوقتي ان شاء الله هعمل معاكم بإذن الله ليفت. طبعا قلت اما يعني اصوره وافرجكوا عليه، ان يبقى في ناس ما بتعرفش تعمله، وفي ناس ما شاء يعني في ما شاء الله بيعرفوا يعملوا كتير، وفي اللي ما بيعرفش يعمله بيطلع منهم مش حلو. طبعا ادي ملح، ولو عوزنا ملح تاني نحط. طبعا دي ميه اهي، وديت ميه البنجر نصبها ما شاء الله. طبعا بحب اعمل البنجر الاول قبل اللفت، عشان ايه ينزل الحمار بتاعه عشان اللفت يشربه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنحبه احمر 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 يعني احمر، الحمار بتاعه حلو. شايفين كده شربات عامل زي الشربات اهو، زي الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دول طبعا انا قطعتهم لكم طريقة التقطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نخلوش رفيع، بنقطعه تخين عشان يبقى ايه، تبقى الواحدة ماسكة نفسها كده. طبعا اللي فيها دوت حمار، اللون اللي هو بتاع البنجر، وانتوا ما شاء الله شايفين اهو. اخلصه وارجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. نعبيه بقى. طبعا أنا قلبت قفلت الغطا ورجيت الجيركن. اعملي هنا اهو ثواني. انتوا شايفين كده ما شاء الله. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. بص الحمار بتاعه، انت من هنا ده ما شاء الله.
بسم ما شاء الله. بص كده الحمار بتاعه كله نازل تحت اهو، عشان البنجر انا حطاه من تحت لما جيت احط في البداية يعني، وحطيت بنجر في النص وبنجر بقت في الاخر، عشان احنا بنحبه احمر جامد يعني، احمر احمر يعني. طبعا انا مش حاطه له سكر، انا مش حاطه له سكر، ان انا سألت بتاع المخللات وكده، قال لا البنجر ما بنحطلوش سكر. طبعا قال لي لو عايزه تحط سكر حطي براحتك، بس هو احنا ما بنحطلوش سكر. طبعا التخليل دوت زي اي حد ما بيخلل، بس انا انا قلت اصوره يعني، اني عجبني يعني عجبني اللون الحمار شربات ما شاء الله. يا ريت يكون عجبكم المخلل، طريقة المخلل اللي انا عملتها، واشوف وشكم بخير. السلام عليكم.